とってもいいような夜だけどどよめききらめきと君も踊ろう صمتنا المحطة الأولى: المسرح. بدأ يومنا من المسرح وقمنا باشتراء التذاكر أولا، وقبل الدخول إلى العرض المسرحي كانت توجد فعاليات للأطفال مع المهرجين. المسرح الجهوي لولاية قسنطينة تحفة فنية ذات طابع عمراني فريد ورائع جدا يبهر عيون كل من ينظر إليه. عم أبو بكر أحد أيقونات المسرح التي لا يحلو أي عرض مسرحي بدون تنشيطه. كان عنوان العرض المسرحي العناكب، ولكن كان للمخرج رأي آخر، حيث كان نص المسرحية يتحدث عن الشبكة العنكبوتية وليس عن العناكب. المحطة الثانية: قنطرة سيدي مسيد، المعروفة باسم قنطرة سبيطار. المحطة الثالثة: نصب الأموات. علينا صعود كل هذا الدرج لنصل إلى الأعلى. المحطة الرابعة: التلفريك. وفي هذه المحطة بالذات سوف تعيشون الرعب الحقيقي. تخيلوا لو يسقط مثلا في هذه الحفرة. المحطة السادسة: المسرح مرة ثانية. آخر أغنية سيدو سيدو هوا اليوم المحطة السابعة: قنطرة الصلصال.
أمامنا صف طويل جدا حتى نستطيع الركوب في المصعد. في آخر دقيقة قمنا بتغيير الخطة واستعمال الدرج. المنظر من الأعلى مخيف للغاية. هذه مش بزاف بصح. تحذير لضعفاء القلوب: الجسر يتحرك في الوسط وخاصة عندما يهب الهواء بقوة. عارفة مش كيف نقدر نحبس هذه يتحرك ف ما نقدرش نصور. نزيد هيك من فوق خلاص. نعمل يحبس شوية ويت في النص يتحرك بزاف. المحطة الثامنة قصر أحمد باي. هذه رسالة مشفرة. أوه. رسالة الباي رسالة مشفرة. الديوان. هذا حط لنا طاقة. ويت هنا طاقة منه. أنا قلت شوف ويت. I like it. ما أعرف شو هذا الفيلم. So guys هذه سموها لانتشينا، فيها الداخل دراج بنوهم فرنسا. اوه فتحوهم. فتحوا او زيد يطيح. هي فتحوهم كانوا مغلوقين، كانوا مقفولين. مقفولة مفتوح. واو ضيقين. عادي نصور من دهك. صورة الحجرة من الداخل، باب مغلوق، فيها من الطاقة، باب مغلق، فصورت من داخل نفس الديزاين من جوا. باب كل الغرف مغلق حرفيا، شوف مغلق. فصورت لكم الغرفة هذه من داخل النوافذ. شو تسوي هذا؟ فول مغلق. سامحوني على اللهجة لأني حرفيا قاعدة أرتبك عندما أجد شخص يمر بجانبي أغير إلى العامية ثم أصبح أتكلم باللغة العربية الفصحى، فتحملوا الموضوع هذا الفيديو. في هذا المكان كانوا يقطرون ماء الورد بهذه الأداة.
يس فيديو يوتيوب. هذا الجزء الثاني من الحديقة، لكن في المرة التي قدمت فيها من قبل كانت الغرف مفتوحة. هذه المرة تقريبا كل الغرف مغلقة، لا أدري لماذا. نسيت ما قلت لكم، هذه أول مرة أمسك فيها الكاميرا وأتكلم أمام الملأ في الطريق، لكن هذا المكان فارغ تقريبا. هنا زي نافورة كبيرة، I think نقدر ننزل. وفي النهاية أقلعت عن الفكرة السخيفة ولم أنزل. المحطة التاسعة، المكتبة. للأسف هنا لم أستطع التصوير لأن التصوير كان ممنوعا، لكن استطعت أن أصور لكم كم لقطة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة. مع السلامة، نلتقي في فيديوهات لاحقة.